مرحبا بكم في حلقة اليوم من مسلسل هذيك حياتي. نشوفوا حلقة مشوقة ومثيرة لأن الأحداث ديالها غير منتظرة. ما تنساوش ديروا لنا جيم وكومنتير واشتراك باش تشجعونا وشكرا لكم. كتبدا الحلقة بنورهان ماشية لدارها وهي موحشاها وقالت بأن ما كاينش شي حاجة أحسن من دار الإنسان. كوثر حلت لها الباب وهي تسولها على إلياس، قالت لها بأنه لداخل كيفطر، وسولتها على الرجل اللي كان تابعها وخافت منه واش بان ليها، وهي تقول لها لا كاع ما بان. قالت لها مزيان ودخلات. مجرد ما شافتها سكينه وهي ترحب بها حيت كانوا جالسين كيفطروا. قال لها الياس انت جيتي؟ قالت ليه انا جيت. ما شاء الله عليكم، انا بوحدي جالسه في الملحق وانتم ما شاء الله عليكم دايرين فطور كيفتح النفس. سكينه توترات شويه وهي تقول لها كوثر درت فطور غزال خصو غير لبن العصفور، حماتك كتبغيك زيدي. ويا كوثر سولتها واش تخوي لها اتاي، ولكن ما جاوبتهاش وخنزرات فيها. وعاود سولات الياس واش تجيب ليه البيض حيت كيبغيه. هو وافق وهي فرحات، ولكن نورهان كاع ما عجبها الحال. وهي ماشيه سولتهم انها تصبن ولا عندهم شي حوايج موصفه يعطيوها ليها باش تصبنهم. هو يقول لها ممكن مور الفطور. نورهان معصبه قالت ليه الياس علاش ما تخليش كوثر تحكي لك ظهرك بعد الفطور؟ شنو رايك؟ تعصب عليها وقال لها شنو هاد الهضره الخاويه اللي انت كتقولي؟ قالت ليه انا كنسول فوقاش ترجع للملحق، قول لي. قال لها انا كاع ما راجع للملحق، انا كاع ما نمشي حتى البلاصه حتى لقى الراجل اللي كيتبع كوثر. من غير هادشي تحرق الملحق وحتى القصر. هي ما عجبهاش الحال. وسكينه بغات تبرر ليها وقالت لها وهي كتاكل انت عارفه خاي الياس مضايق شويه، وفاش الانسان كيبدل البلاصه كيغير الجو شويه. معصبه قالت لها سكينه سكتي ولا نبرد فيك غدايدي. دخلت كوثر وجايبه ليه الكونفيتور د الورد وبدا كيضحك وهز ياكل منه. ونورهان استغربات وهو يقول لها هو فرحان الله يعطيك الصحه لذيذ بزاف. نجلاء فرحات. نورهان معصبه قالت ليه الله يعطيك الصحه سي الياس، من فوقاش انت تبغي كونفيتور د الورد؟ استغفر الله العظيم، شنو تغير عليك؟ انت كاع ما كطيقو، شحال من مره درتو ليك، كل مره كنا نلوحوه بعد ما يفسد، ما عمرك حملتيه، كيفاش دابا وليتي تبغيه؟ انا كاع ما كنفهم. نجلاء فرحانه فيها قالت ليه كيفاش وليتي تبغيه؟ قال لها حاجه طبيعيه، فاش يكون شي واحد كيوجد الماكله ووجهه ضاحك ضروري تفتح نفسك الماكله. نورهان كوثر بقات كتشوف وحنات عينيها وجلاء عجبها الحال. اما سكينه مسكينه بقات هي كتبرر ليها وتقول لها بان الكونفيتور لذيذ بزاف، خليها تخويلك شويه وذوقيه. نجلاء كتقلي ليها السما وقالت لكوثر كوثر كيفاش وليتي حادقه من اخر مره شفتك فيها؟ الله يعطيك الصحه. وهي فرحانه قالت لهم انا نايضه نجيب لكم الخبز والبيض. ويا نورهان قالت لها نوضي 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 جيبي ليه بلا ما يتحرم الخبز والبيض. وقالت ليه نجلاء كل بالصحه والراحه خويا العزيز. وبقات كتعصب بزاف. قالت لهم انا بان لي الضغط ديالي طلع، يكون يا 27 يا 28 شكون عرف. هو يقول لها الياس نورهان فين يا بهار؟ قالت ليه بهار في جهنم. ما عجبوش الحال ويا تقول ليه كيما سمعتي هادشي اللي بغيتي. سي محمد امير حضر لهم مفاجاه عليها جا وخدها معاه بهار لجهنم. مزيان هكا. نجلاء بقات كتضحك هو كاع ما جاوبهاش. بهار جالسه بوحدها في المطعم وهي دخل عليها مدام ميرفات وهي فرحانه اللي شافتها. جات موراها وقالت لها بنتي زوينه، وهي تفاجات وفرحات بزاف وناضت وعنقاتها وقالت لها انا دعيت بزاف باش ترجعي. قالت لها مدام ميرفات قالوها لي انا توحشتك بزاف، شوفي انا جيت باش نرد هاد السلسله لمولاتها الحقيقيه. قالت لها ما هتمشيش مره اخرى ياك؟ قالت لها لا كاع ما هنمشي. وتعانقوا. في اللحظه اللي كانت كطلب منها بهار ما تمشيش مره اخرى وتخليها بوحدها، دخلت ميسون لسي محمد امير وهي كتقول ليه بابا ممكن تكون المفاجاه انك شريتي لي هذا الريستو؟ ويقول لها عندي لك مفاجاه احسن منها. وهي تشوفهم متعانقين وهي تقول برود ياه واخيرا جات ماما. عنقتها وقالت لها ما تصوريش شحال توحشتك انا. قالت البهار هي بدات تسرق مني الاضواء، وقاش انت جيتي مع 7 ديال الصباح زعما؟ وهي تقول لها ميرفات صافي بركه من هاد الهضره، جايه زوينه بنتي. وعنقتها مره اخرى. جلسوا يا ميرفات قالت لهم انا فعلا توحشتكم بزاف. وبهار فرحانه بزاف. في دار الياس مازالين جالسين وهي كوثر تم جايبه ليه اتاي. قالت لها نورهان كوثر واش انتي كديري هادشي بالعاني؟ شوفي شحال الناس جالسين
واش حنا ماشي قد المقام بنتي؟ قالت ليها لو كان طلبتي مني كنت جبت لك. قالت ليها جيبي لي يا سكينة. قالت ليها كوثر جيبي لينا قهوة تركية بالسكر والرغوة نشربوها كاملين، يلا اختي يلا. مشات غضبانة ونجلاء كتشوف نورهان وعاجبها الحال. نورهان طلع لها الدم ولحت البنطوفة من رجليها وقالت لإلياس وانت دابا قول لي في هاد اللحظة واش تمشي معايا للملحق ولا شنو؟ قال لها بعصبية ملكي كتغوتي نورهان عاود حمقيتي؟ قالت ليه بعصبية قول لي واش هتجي ولا لا؟ قال لها ملكي كتغوتي قولي لي انتي كيف ندير نخلي البنت بوحدها؟ ها؟ شافت فيه باستغراب وقالت ليه بلا ما تخليها إلياس بلا ما تخليها، وبقات تلبس الصباطة. نجلاء عجبها الحال وكوثر خرجات وقالت ليها فين ماشية؟ انا درت القهوة. قالت ليها ماشية لجهنم كوثر لجهنم، ومشات. إلياس ناضي لبس جاكيته باش يخلط عليها وهي تقول ليه نجلاء انت فين ماشي قول لي جلس وشرب قهوتك على خاطرك تعصب وتهدن من بعد بوحدها، خليها تعرف قيمتك شويه خاي. دخل عاود رجع وجلس. وسكينة ما عجبهاش الحال بقات كتشوف نجلاء اللي فرحات في نورهان. في المطعم وهما جالسين ميسون جالسه كتعض في ضفارها وهي تقول لها مدام ميرفت بنتي كاع ما ديري هكاك بضفارك انتي مزيانه ياك واش عندك شي مشكل؟ قالت لها لا بالعكس انا مزيانه بزاف وكنشكر ربي بالساعه والثانيه وبخير مع راسي بلا ما تخافي ماما. وسي محمد امير قال لها ميسون كتفكر تحل المطعم لإلياس ونورهان بالبازار. مدام ميرفت عجبها الحال وقالت لها مزيان هادشي. قال لها حتى انتي ترجعي للبازار طبعا، وهي تقول لها بهار الله يخليك رجعي خلينا نرجعوا مع بعضياتنا مره اخرى. ميسون كتشوف فيها وقالت لها الا كان هذا هو راي بهار راكي كتعرفي هي الوحيده اللي كتاثر فيك باش تاخدي قرارك الاخير، بصح خصنا نتجمعوا مع بعضياتنا مره اخرى. ويقول لها السي محمد امير صافي البنات خداو القرار، وهي قالت لهم دابا نشوف. قال لها الا كنتي خايفه من جوليا ما عندك لاش ما يكون حتى مشكل. وهي تقول لها ميسون بالاشاره راه حماقت. مدام ميرفت حشمات وحنات راسها وهي تقول لها اساسا هي راه ما كايناش في الدار. سي محمد امير بقى كيشوف ميسون وهي كملات زعما عقليا وهي تقول لها غير بالاشاره حشومه. وبهار وميسون حنا وراسهم. مدام أديبة جات عندها بنتها دنيا باش تشوفها في الحبس، كتسولها واش مزيانة وكيف بقات. قالت ليها دنيا بأنها مزيانة وكل شي داز مزيان وتجاوزت ديك الحالة اللي كانت فيها. قالت ليها مدام أديبة دنيا انتي الوحيدة اللي تقدر تنتقم لي عليها خصك تبراي وتولي لاباس. دنيا وعدتها باش تبرا. قالت ليها مدام أديبة داك الثعلب ونكير الجميل أنيس هنشرف عائلتنا ومرمط بكرامتنا في الأرض وخلى البوليس يدخلوا لدارنا ويشدوني بحال أي مجرم رخيص. قالت ليها أنا هناخد منه أغلى حاجة في حياته ماما، هنخليه يتوجع كما وجعنا وكتر ونخليه يندم على أي حاجة صدقيني ماما. قالت ليها محمد أمير طيب بزاف وكتر من القياس كاع ما يقدر يديرها كاع ما يقدر، ولكن انتي بنتي كنعرفك تقدري ديريها، انتي الوحيدة اللي تقدر تحارب الأعداء ديالنا، انتي كتعرفي تحاربي. قالت ليها وهي كتبكي دنيا عارفة ماما أنا عارفة شنو هندير ماما، أنا هندير كل شيء باش نخرجك من هنا، هندير أي حاجة نقدر عليها باش نخرجك من هنا، خصك تعرفي أنني كنبغيكو بزاف. قالت ليها وحتى أنا بنتي. مشات دنيا للبازار وهي كتقول أنا هناخد من يديه أغلى حاجة عنده، هنخليه يعيش كاع الألم اللي عيشنا وكتر، هنخليه يندم وبزاف. أنيس هو والعم نديم في بيروه وقال ليه واش كاين شي أخبار على داك الراجل اللي سميتو صالح؟ قال ليه لا والو. قال ليه فنظرك شنو هو السر اللي هيكون كيعرف على محمد أمير؟ قال ليه في الحقيقة داك الراجل مبتز وموسخ وما كيسواش وما كنصدق حتى كلمة منه، ما كنتسنى منه والو، أنا هناخد حقي بيدي من محمد أمير وبوحدي وما محتاج حتى واحد يعاونني وخاصة من واحد موسخ بحاله. انا بصراحه كاع ما مستوعب كيفاش تسنيتي هاد المده هذه كامله. قال ليه ببساطه لان كل شيء كان كيخليني نتخلى على هاد الشيء، كلهم حاولوا يوقفوا في طريقي وخالتي هي اول وحده كانت دائما كتقول لي نسامحهم والا ما كانش شي حد قدر يمنعني ديك الساعات. وتفكر فاش كانت خالته سولته وقالت ليه شفتك مزيان دابا؟ قال لها لقيت اخيرا اكثر حاجه هتوجع محمد امير عطاها عنده بنت.
ديك اللحظة كانت الدنيا كتصنت عليهم من السرجم، وقال ليه: فاش عرفت بأن عنده بنت، تخيل أنني غامرت باش نتزوج بها خاي نديم. وتفكر فاش قالها لخالته وما بغاتش ليه، وقال ليها في الاول غنخليها تبغيني، وللاسف هتوليو قريب هاد البنت اتعس وحده بسببي. محمد امير فاش هيشوف التعاسة د بنته يتعذب بزاف، وديك الساعه هيكون عندي الوقت كافي باش ندير ليه فايض في عامين، وبعد عامين هيولي محمد امير رجل وحيد وتعيس وفقير. وقال ليه: انا قدرت ننجح، ما كانت شي حاجه صعيبه باش نأثر على بنت وحيده وتعيسه بحالها. ديك اللحظة دنيا تبسمات بمكر، هو تفكر فاش كانت ميسون سولاتو واش معجب بها، وفاش طلبات منه يديها لشي بلاصة يشربوا شي حاجة ويتمشاو شوية. هو تجبد عليها وقال ليها: حتى أنا باغي، ولكن للأسف عندي اجتماع غدا في الصباح بكري. وهي قالت ليه: انت هتبقى غير الخدمة، كاينين حويجات زوينين في الدنيا غير الخدمة. وتفكر نهار قالت ليه بأنها بغات تعرض عليه للدار، ولكن عامرة، وكان ما كان حد فيها، كانوا هيشربوا القهوة وبعدها يقصروا شوية في الليل. ديك الساعة مشات الدنيا في حالها، وكمل قال لعم نديم. من بعدها خرجت ليا بهار، وديك الساعة تخليت على كل شيء. في البازار ماشية ميرفات وشادة فيها بهار وميسون، اللي كتقول ليها انها ما هتولي قاع تفرق عليها من الانف صعيدا، وتمشي معها حتى للمحل الا بغات. وهي تمت جايه قدامهم دنيا، بقاو يشوفوا فيها. وهي قالت لمدام ميرفات: ممكن نهضر مع بهار شويه؟ مخلوعين. وكملات: مدام ميرفات، انا بغيت ناخذ منك بهار غير 5 دقائق نتكلم معها في واحد الموضوع. وهي تقول لها ميسون: يا الله، شنو بغيتي تقولي لبهار في 5 دقائق؟ خزرات فيها وقالت ليها: المساله خاصه، نهضر معاها بوحدها ومن بعد هي تخبركم بكل شيء. بهار غير ساكته وكتشوف فيها. قالت ليها ميسون: وشنو هاد المساله الخاصه اللي بينك وبين بهار؟ اساسا ما يمكنش لينا نعتبرك انسانه بعقلها، وانتي بعدا واش خديتي الدواء ديالك؟ وهي تقول ليها بهار: صافي ميسون. قالت ليها: واش تبغي نشربوا اتاي؟ قالت ليها: ايه بغيت. وهي قالت ليها: مدام ميرفات، بهار كيف تسالي اجي واخا بنتي؟ وميسون كتشوف فيها وكاع ما تايقه فيها. قالت ليها بهار: صافي بلا ما تقلقي عليا. اما دنيا غير كتخزر في ميسون. مشاو بجوج بيهم، وميسون سولات مدام ميرفات وقالت ليها: شنو ممكن تقول هاد المجنونه؟ اما انيس ماشي هو والعم نديم باش يودعوه، هو كيشكرو لانه دائما بجنبه وكيسمع ليه، ويقول ليه: انت ولدي ما اديتي حتى حد وما كتحاول غير تحقق العداله. ومشاو خلاه. جلسات بهار هي ودنيا وقالت ليها: انا كنسمعك، شنو بغيتي تقولي لي؟ قالت ليها وهي متردده: بهار، انا بالاساس كنت جايه عند انيس نتكلم معاه، ولقيت عنده السي نديم. انيس قال ليه كلام مهم وبزاف. قالت ليها بهار: كنتي كتصنتي عليهم؟ قالت ليها: كنتصنت؟ الاصح نقولوا انني سمعتهم بلا ما نقصد. الشاب اللي كتبغي قبيح ما كيسواش. قالت ليها: ماشي من حقك تكلمي عليه هكا قدامي. قالت ليها: انت طيبه وقلبك ابيض، ولكن انيس خايب بزاف. انيس واحد حقود، حقدوا علينا وعلى عائلتنا، خلاه يولي واحد عمى، حتى انه فكر يستغل اختك ميسون لهذا السبب. انيس باش ينتقم من عائلتنا كان بغى يتزوج اختك ميسون في الاول. قالت ليها بهار: انا كاع ما مصدقه حتى كلمه من داكشي اللي كتقولي. علاش كديري هكا؟ شنو باغيه بالضبط منا؟ قالت ليها: شوفي، انتي عندك الحق ما تصدقينيش، ولكن هذا الكلام سمعته غير قبيله بودنيا. شوفي، يمكن ديك الوقت غير ظلمنا ميسون بموضوع انيس، وتقدر ميسون كانت بريئه. ديك اللحظه تفكرات بهار فاش كانت واقفه كتهضر مع انيس، وهي تجي ميسون وتقول ليه: كنتي زعما باغي تمشي وتنعس بكري؟ ويا بهار قالت ليها باش تسكت حشومه. وهي قالت ليها: شنو؟ هو راه فاهمني ياك انيس؟ قال لها: ايه فهمت. وتفكرت كذلك فاش كانت خارجه ولقاتهم كيتباوسوا قدام الباب. قالت لها: ولا ما كنتيش مصدقاني ممكن تسولي انيس على كاع هاد الهضره، وقفي قدامه وسوليه على هادشي كامل، وشوفي واش غينكر هاد الهضره. فكري بهار، يقدر هاد الراجل استخدمك شي نهار باش يوصل لاهدافه. بهار غير مخلوعه وكتشوف فيها، وكملات: شنو هديري ديك الساعات؟ وناضت وقالت ليها: بهار، سمحي لي الا كنت ديرونجيتك، انتي بنت قلبها ابيض وكبير، سمحي لي بزاف. ومشات وخلاتها مدهشره. في الوقت اللي كان فيه العم نديم غادي يركب في طوموبيلته، تم جاي لعندو صالح. حاولوا رجالو يوقفوه لكن ما خلاهمش، وقال ليه: شنو بغيتي عاوتاني؟
قال ليه لا، غير بغيت نعرف واش فكرتوا في داكشي اللي قلت لكم. قال ليه لا، ما عندنا ما نقولوا لواحد بحالك. قال ليه يمكن المره اللي فاتت انا كاع ما وضحت لكم انني عندي معلومات تفيدكم بخصوص هذاك اللي سميتو محمد امير. قال ليه انا كاع ما عندي الوقت للبهلان ديالك، يلا قولي داكشي اللي عندك واللي كتعرف بصراحه. قال ليه صالح هذاك الشخص اللي سميتو محمد امير اطهان يسحب ليه انه نجا من جريمه القتل الاغا، ولكن للاسف هو خطا بزاف. ولا كنتو باغيين تحطوه في الحبس بحال مو ويتعفن فيه للابد، نطمئنكم انه السيروت عندي انا. وبقى كيضحك بسخريه. انيس خدام في بيرو، هي تجي عنده بهار. قالت ليه انيس انا بغيت اجوبه على كاع هادشي اللي غنسولك عليه، وبغيت تكون صادق معايا. قال ليها علاش كتكلمي؟ قالت ليه انا كنتكلم على ميسون واستغلالك ليها باش تنتقم من عائله اطهان. هو تدهشر من داكشي اللي كيسمع وكملات. فاش تعرفنا على بعضياتنا في الاول كنتي كتخطط باش تزوج من ميسون باش تنتقم من عائله اطهان؟ واش هاد الهضره بصح؟ ناضو قال ليها بهار شكون اللي قال لك هاد الهضره؟ قالت ليه شنو اهميه منين عرفت؟ انا بغيت نعرف الحقيقه دابا، واش هاد الهضره صحيحه ولا غلطه؟ بقى ساكت وهي كتعاود عليه السؤال وهي متوتره. توتر وجلس من الصدمه وما قدرش يجاوب. بقات كتشوف فيه وهي مصدومه وقالت ليه اذا الهضره صحيحه. بقى غير كيدور في عينيه وما قدرش يشوف ليها في عينيها، وقالت ليه داير هادشي غير على ود انتقامك الشهير، وانا بحال الغبيه حملت المسؤوليه لميسون. ديك الساعه وقفت ميسون في الباب وبقات تصنت عليهم، وسمعتها كتقول واش معقول استعملتيها وسيله باش تنتقم؟ تدهشرات ميسون وكملت بهار كتقول ليه خليتي ميسون تبقى تبغيك. ميسون تخلعات فاش سمعت هادشي. استغليتينا بجوج. انيس غمض عينيه وما بغاش يسمع هاد الهضره، وقالت ليه استغليتيني انا واختي. تعصبات وبقات كتشتت ليه الادوات ديالهم فوق البيرو. ميسون مصدومه، هو يقول ليها بهار وهي تقول ليه انا كاع ما باغيه لا هاد الانتقام ديالك ولا انت كاع. وبقى غير كيشوف فيها. العمه نجلاء غدا كتقلب على بهار وهو صالح تمتابعها كيعيط عليها. هي تفاجأت به وقالت ليه صالح انت شنو كدير هنا؟ قال ليها حنا خصنا ضروري نتكلموا. نطرات منه طلبت منه يبعد عليها. قالت ليه انا خصني نشوف بهار، وزيدو انت ما عارف شنو ممكن يقولوا الا شافوك. قال ليها حتى حد ما يقدر يدير لي شي حاجه، وما تفكري حتى في واحد فيهم، واسمعيني شنو غنقول لك. طلبت منه يتكلم بالزربه وقال ليها يمكن انا اليوم كاع ما قدرت نوضح لك مزيان شنو بغيت. انا جدي بقرار زواجي بيك ومستحيل نتراجع. قالت ليه صالح انت راك حماقيتي مزيان، شحال من مره قلت لك مستحيل نقبل، واش حماقيتي؟ قال ليها بعصبيه انا فعلا حماقيت وانتي هتوافقي. قالت لي انا مستحيل نوافق لك على داك الشيء، مستحيل نتزوج بيك ودير هاد الشيء في راسك. هو يقول لها بعصبيه اذا غنحرقك ونحرق راسي وكل عائله نورهان. انا اساسا كاع ما حاس براسي عايش، ولا كنت نعيش اللي بقى ليا في عمري بلا بيك من الاحسن يكون في الحبس. نجلاء انت مضطره توافقي، ولا ما وافقتيش دابا غننزل للمطعم ونغوت ونعترف بكل شيء قدام الناس. صدقيني راني ندير هادشي وكاع ما نتردد. قالت ليه ديرها وشوف واش ما نقتلكش، ديرها وشوف. قال ليها بعصبيه انا هنديرها وغنعترف ليهم كيفاش نورهان والياس قتلوا الاغا يوسف في دارهم، وكيفاش دفنوه بالجرده للدار، وكيفاش انا حيدته من الجرده وخرجته. غنقول لهم كل شيء بالتفصيل. قالت ليه كاع ما ديرها صالح، كاع ما تقولها. ديك الساعه تمت بهار نازله من الدروج وهي مصدومه من داكشي اللي كتسمع، وقالت ليها عمتي. نجلاء تصدمات فاش شافتها وحتى صالح. قالت ليها شنو كان كيقول؟ العمه تدهشرات ما عرفت ما تقول وصالح كيشوف فيها. قالت ليها واش داكشي اللي كان كيقول صحيح؟ نجلاء بغات تخاف من الصدمه وكملت بهار واش ماما وبابا؟ العمه كتبكي وحتى صالح بقات فيه وجاوه الدموع، وكملت بهار يوسف اغا عليها البوليس حفروا الجرده. عمتي شنو واقع؟ ما قدرتش تجاوبها وبقات كتشوف صالح. بهار بقات كتغوت تقول لها عمتي شنو واقع؟ واش هادشي اللي كيقول صحيح؟ صالح كيشوف في نجلاء وهو مؤثر، وهي العمه هزات ليها راسها وقالت لها قالت لها انا ما مصدقاش، لا ما يمكنش هادشي اللي كيوقع. مشات مصدومه وهي كتقول مستحيل يوقع هادشي، مستحيل.
العمة عيات تعيط عليها وهي كتبكي ولكن كاع ما جاوباتهاش. صالح مأثر قال ليها نجلاء صدقيني انا كاع ما كنت باغي يوقع هاد الشيء. شنقات عليه وقالت ليه الله يلعنك الموسخ ويريحني منك، قلت ليك تبعد علينا وعلى حياتنا، ما تعاودش تقرب من عائلتي، ما بغيتش نشوف وجهك مرة اخرى، سير في حالك الله ياخذ فيك الحق. ومشات وخلاتو بوحدو. عيا يعيط عليها ولكن ما جاوباتوش، بقى كيتعصب غير بوحدو. نورهان كترحب بالناس في افتتاح المطعم، شويه وهي تشوف بهار جايه وحاميه راسها، حتى الياس بقى يشوف فيها وهي مصدومه. تكلم معاها وما جاوباتوش، وهي تقول لها نورهان بنتي مالك ياك لاباس؟ بنتي واش انتي مزيانه؟ شنو واقع عليك؟ قالت ليها بغيتكم تخويو البلاصه دابا وتبقاو غير انتي وبابا وميسون. نورهان بقات كتشوف الياس وما فاهمه والو، وهي تقول ليها بنتي تهدني شويه. جات شدها وهي غوتت عليها وطلبت منها كاع ما تقيسها، وبقات كتغوت وتجري على الناس اللي حاضرين. وهي تجي ميسون وبقات تسول شنو واقع. بهار شنو واقع ليك تهدني شويه؟ قالت ليها انا مهدني مزيان. شدتها العمه وقالت ليها بهار خلينا نتكلموا غير بشويه، وهي تغوت عليها وقالت ليها بعدي عليا غنتكلموا دابا وهنايا، يلا خرجوا، شنو مازالين كديروا هنا؟ كلشي يخرج في حاله. نورهان مستغربه بقات كتعتذر من الناس وكتوريهم الخاتم، زعما عندها مشكل مع الخاطب، وكتقول لهم كاع الناس كيوقع لهم مشاكل ولكن كتحل، الله يخليكم بلا ما يبقى فيكم الحال، وفرحنا بجيتكم وشكرا لكم وسمحوا لينا الله يخليكم. ويا سكينه قالت لنورهان شنو واقع؟ ليش البنت منهاره لهاد الدرجه؟ شنو واقع ليها؟ قالت ليها انا باش نعرف شنو واقع ليها؟ يقدر يكون السبب انيس او ممكن شي حاجه اخرى انا ما عارفاش. انتي جمعي الناس وسيري بيهم للحي، انا نخليها تهدن ونفهم شنو واقع. الناس بقاو يمشيو في حالهم، وبهار واقفه ومنهاره، وميسون سولات عمتها شنو واقع. قالت ليها صالح كان هنا. ويجي اسماعيل وقال ليها الا كان ممكن دير شي حاجه خبريني. قالت ليه ايه الا احتاجيت شي حاجه دابا نخبرك. وقالت لنجلاء عمتي قولي لي شنو عرفت بهار؟ قالت ليها وهي منهاره بهار عرفت كل شيء، سمعت كل شيء. ميسون تخلعات. ديك اللحظه نورهان شدت فيها وقالت ليها بنتي وصلتي محمد امين الكلينيك وتلقات ليه دنيا ولادها وهي كتبكي. وسول على الام ديالو في الارشادات وقالت ليه الممرضه بانها موجوده في الطابق الاخير قسم الاعصاب. طلعوا كيجريو لعندها، لقاو في باب البيت البوليس. سولهم محمد امير عليها، قالوا ليه بانها كاينه ولكن ما يمكنش ليهم يدخلوا لعندها. قال لهم انا ما نتحرك من هنا حتى نشوفها، شوف لي شي حد نتفاهم معاه. قال ليه ما عندي ما ندير لك، هذه هي الاوامر. بقات كتبكي دنيا وكتقول لهم خلونا على الاقل نشوفوها ونطمئنوا عليها واخا حتى من الباب. قال لها سمحي لي ولكن هذه هي الاوامر. بالتالي قال لهم محمد امير صافي نتسناو هنا، وبقاو واقفين غير قدام الباب. في البازار جالسه ميسون والعمه نجله وواقفه عليهم بهار. وجات نوران هي والياس وقالت ليها يلا بهار درنا داكشي اللي بغيتي، خليناهم كاملين يمشيو ما يبقى حتى واحد فيهم، حتى الغارديان مشى وكان غير حنا بوحدنا. شنو واقع؟ ياك لاباس؟ واش بسبب انيس؟ واش حيت باباك طرشو؟ العمه كتبكي وميسون غير ساكته وكتشوف. ويا بهار قالت ليها وهي كتبكي سي يوسف نتوما اللي قتلتوه ياك؟ الياس بغات تجيه صدمه ويا نجلاء بقات تشد فيه وتبكي. ميسون ساكته. نورهان مصدومه قالت ليهم مالكم ساكتين؟ جاوبوا مالكم ساكتين؟ عاودوا لي شنو وقع؟ اذا الكلام صحيح نتوما قتلتوه جاوبي. قالت ليها لا حبيبه شكون قال لك هاد الهضره؟ الياس شنو كتقول هادي؟ بنتك كتقول حنا اللي قتلناه. يا ربي شنو هاد الهضره؟ حنا ما قتلنا حتى حد. الياس غير كيشوف فيها وحتى ميسون. وكملت نورهان الياس كتسولنا واش حنا اللي قتلنا يوسف؟ استغفر الله، واش انتي حماقيتي؟ ديك الساعه طار حداها الياس وشد ليها فمها وقال ليها سكتي وما تزيدي حتى حرف وقولي ليها الحقيقه. بهار بقات كتشوف ومصدومه. الياس كيقول ليها قولي لها الحقيقه. الطبيب مازالين كيتسناو في باب البيت، هو يخرج عندهم الطبيب وقال لهم سمحوا لي بزاف المريضه ماتت، البركه في راسكم. سي محمد امير ما صدقش وقال ليه شنو؟ دنيا تصدمات على اخته. مشى الطبيب وخلاهم. جا سي محمد امير يدخل، هو البوليسي ما خلاش يدخل. دنيا وهي مصدومه كتقول هو كاع ما كيهضر على ماما، ماما كاع ما كتموت، هذه ماشي ماما،
ماشي ماما. بقاو يبكيو كاملين ومنهارين وما مصدقينش. شويه وها هما مخرجينها، وهي دنيا طلب منهم يوقفوا، وشدات في يديها وبقات كتبوسها وتبكي. محمد امير كذلك داوها وهما بقاو يبكيو ومنهارين بزاف. نورهان قالت لبهار: انتي عارفه بنتي بان يوسف اغا كان كيصيفط لنا الفلوس في اخر فتره باش نربيو ليه حفيدتو، وبابا كان خدام بهاد الفلوس وانتوما صغار، وكان دايما كياخد هاد الفلوس اللي كيصيفط، لكن للاسف كان كيخسرهم. وللاسف في داك النهار جا لعندنا سي يوسف وسولنا عليهم وعلاش معيشين له حفيدتو في داك الحي. كلمه من هنا وكلمه من هنا وكبرت القضيه، وحنا غلطنا وردينا له في وجهه، وما كانش خص هادشي يوقع، ووقع شويه ديال الدفاع، وداك الراجل مسكين طاح. كنا حاطين الخشب ديال المدفأة وجا راسو عليهم. في ديك الساعه مات. صدقيني داكشي كان قضاء وقدر، حنا كاع ما قتلناه عن قصد. صدقيني بنتي، داكشي اللي وقع بالسيف علينا. قالت ليها وهي كتبكي: وكيفاش خبيتوا هاد الجريمه؟ علاش ما خبرتوش البوليس بما انه ما عندكم تذنب فيها؟ قالت ليها نورهان: كيفاش بغيتينا نمشيو نخبروا البوليس؟ حنا ناس مساكن، ولا مشينا خبرنا البوليس شنو وقع مع الاغا كاع ما يصدقونا، حنا غير مساكن. ميسون كتمضغ في ظفرها وساكته وكتشوف نورهان، وكملات: يتهمونا بالجريمه. هاد السنوات كامله هو كيصيفط لنا الفلوس، وقع سوء تفاهم. ديك الساعه خفنا بزاف، وكاع اللي وقع اننا خفنا. وتفكرت فاش قال ليها الياس: خلينا نعيطوا للبوليس ولا الاسعاف. قالت ليه: ما اتصلت بحد. شنو كدير انت؟ واش حماقيتي؟ شرح لي شنو هتقول لهم. قال ليها: كيفاش شنو هنقول لهم؟ هنقول لهم بانه وقع حادث. واش ماشي هادشي اللي وقع؟ قالت ليه: وفي رايك هيصدقونا؟ هيقولوا راه حنا درناها بالعاني، هيقولوا علينا قتاله. كملت وقالت ليها: شنو كنا هنديرو؟ كان خصنا نخبروهم باش يحبسونا ولا يشنقونا؟ داكشي كان قضاء وقدر، وحنا ماشي مجرمين، وما كناش قاصدين نقتلوه. جات تشد فيها وهي ما خلاتهاش، وهي تقول لها: عندك تقصيني. الياس بقى غير كيشوف وكيتألم، وقالت لها: وشنو وقع من بعد؟ عاودي لي كل شيء، شنو درتو؟ مشيتو دفنتو في الجردة ياك؟ هذا هو الحل اللي لقيتو؟ ميسون ساكته وكتشوف. قالت لها: ما كانش عندنا خيار اخر بنتي. بهار وهي كتبكي بقات كتلومهم وكتقول لهم: نتوما كيفاش درتو هادشي؟ كيفاش قدرتو؟ نورهان بقات كتفكر فاش كانوا كيدفنوا يوسف اغا، وقالت ليها: صدقيني كاع ما كنا باغيين يوقع هادشي. قالت ليها: انا عشت في ديك الدار وفي ديك الجرده بلا ما نعرف ولا نحس، وكتصيفطني للجامعه والخدمه من ديك الدار. انتي كنتي كتضحكي عليا بدم بارد وخليتيني عايشه مخدوعه. علاش؟ اليوم لو كان ما سمعتش بالصدفه من داك الحقير صالح، كنتو بقيتو مخبيين عليا وما قلتو ليا والو. العمه غير كتبكي وهي تقول ليها: وكيفاش دخل هذاك على هاد القضيه؟ وهي تقول ليها العمه: بهار، هاد القضيه كانت غلطتي انا. قالت ليها نورهان: فاش جات عندنا نجلاء عرفت كاع بداكشي اللي وقع، باباك هو اللي خبرها بداكشي كاع اللي وقع، وهي باش تحمينا وتحمي الياس وتعاوننا قررت تعمل اي حاجه باش الياس ما يتحبش، حيت داك الشرطي اسماعيل حس بشي حاجه وبقى كل ساعه غادي ماشي علينا ويسول ويحقق. وبسبب خوفنا منه مشات عند صالح وفكروا شنو خص نديرو باش نخفيو هاد الجريمه. ديك الساعه قررت هي وصالح يطلعوا الجثه من الجرده ويدفنوها بلاصه اخرى. ديك اللحظه بهار تصدمات وبقات كتشوف في عمتها اللي كتبكي، اما ميسون غير كتشوف وساكته. وكملات: وفعلا ديك الساعه هزوا الجثه بالليل ودفنوها بلاصه اخرى، وارتحينا من هاد القصه. ونجلاء يسحب ليها تهنات من هاد القضيه. وديك الساعه تقت بصالح، واخا كان راجل حمق ومبتز وكذاب وكاع ما كيرحم. هددنا وبتزنا وحنا عيينا بزاف. بنتي حنا ما قتلنا حتى حد، اللي وقع قضاء وقدر، حنا ماشي مجرمين. قالت ليهم: نتوما كيفاش تحملتوا؟ كيفاش سمح لكم ضميركم تعملوا هاد الشيء؟ بابا قول شي حاجه كاع ما تسكت. قال ليها هو كيبكي: بنتي انا كنت باغي نعاود لك من شحال هادي ولكن كاع ما قدرت. وبهار دارت عند ميسون وهي كتبكي وقالت ليها: وانتي ميسون كنتي عارفه؟ قالوا لك شي حاجه؟ هزات غير راسها وما قدرتش تجاوب. قالت ليها: كنتي كتعرفي مزيان شنو واقع لجدك، وافقتي تكوني شريكه معاهم. وهي غير ساكته وحاطه عينيها في الارض وقالت ليهم: كيفاش عطاكم قلبكم ديروا هكا؟ انا كاع ما كنفهم ولا كنستوعب، انا كاع ما قادة نستوعب هادشي اللي عرفتو. فهموني نتوما منين مصنوعين؟ واش نتوما فعلا عائلتي اللي خصني نثق فيها؟
ساكتين كاملين وحتى حد ما قدر يجاوبها. نتوما كاملين مجرمين كاملين. وهي ماشيه بغا يتبعها الياس وهو كيعيط عليها وهي تقول لي عندك تفكر تخلط عليا. ومشات وخلاتهم. نجلاء بقات كتبكي والياس جلس في الارض بالفقصه. وميتون بقات تصفق عليهم وتقول لهم برافو برافو عليكم، الله يلعنكم. ومشات حتى هي. كانت هذه حلقتنا لهذا النهار. ما تنساوش تدعمونا بالاعجاب والاشتراك في القناه باش تتبعوا كل جديد مسلسل هذه حياتي. وانتظرونا في الحلقه القادمه حيث الاحداث غتصاعد بشكل غير متوقع. الى اللقاء.